السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شايني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي تنوريني تشتركي في القناة، فعلي زر الجرس دوسي على كلمة اشتراك ودوسي على الجرس، يظهرك كلمة الكل، دوسي عليها عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. لايك حلو منك يفرحني ويشجعني وتنوريني باشتراكك يا بنات عشان تستفادي كتير من الوصفات اللي بقدمها، كلها حاجات طبيعية وإن شاء الله متوفرة عند كل بيت. النهارده هعمل لك ماسك بمناسبه الحر الفظيع اللي احنا فيه ده، يديكي ترطيب يا بنات ويديكي نضاره لبشرتك بمكونات بسيطه وسهله ان شاء الله تكون موجوده عندك. هم 4 مكونات. اول حاجه معانا يا بنات ده قشر بيض. انا قشر البيض بحتفظ بيه وبغسله وبعقمه كويس بخل وميه وخل، وتغسليه وتجففيه وبعمله بودر بالشكل ده. بيبقى يا بنات حلوه جدا، بيعزز الكولاجين في بشرتنا، بيدي نضاره للبشره وبيديها اشراقه وبيمنع كمان ظهور التجاعيد وبيعالج البقع الداكنه وبيدي تغذيه للبشره. ده اللي هو قشر البيض المطحون. معانا كمان الارز المطحون ده يا بنات، برضو انا طحناه في البيت. الرز اللي بناكلوه عادي بتاخديه وبتطحنيه في المطحنه، ممكن تغسليه الاول وتفرديه على قماشه تنشف ميته وبعد كده تاخديه في المطحنه، بيبقى سهل الطحن وبيبقى معاكي بودر زي كده. هاخد برضو مقدار معلقه وشويه كده من الرز يا بنات بيعالج الجفاف البشرة، بيحارب حب الشباب، بيخلصك من الخلايا الميتة، بينشط الدورة الدموية، بيحفز كمان الكولاجين في بشرتنا، بيدي تفتيح للبشرة وبيوحد لونها، وكمان بيعالج التصبغات. لحظة يا بنات نكمل يا بنات مع بعض. حطينا الرز المطحون وقشر البيض المطحون وخلطناهم كده مع بعض. معانا ايه يا بنات؟ معانا زيت الليمون. زيت الليمون يا بنات اللي انا عملته معاكم ده اهو يا بنات، شكله هوريكم شكله كده. هاخد منه اهو يا بنات، ده زيت الليمون، هاخد منه مقدار معلقه. شوف لونه اصفر وجميل ازاي، ريحته روعه جدا يا بنات، ريحته ليمون خالص. زيت الليمون بيزيد من نضاره البشره، بيفتحها وبيغذيها، وكمان يعتبر مطهر للبشره يا بنات، بيأخر كمان ظهور التجاعيد وبيوحد لون البشره. غني بحمض الستريك والفا الهيدروكسي اللي بتعمل على ازاله الجلد الميت وكمان وبتعالج دهتان الجلد. هخلطهم كده زيت الليمون مع قشر البيض المطحون والارز المطحون. هخلط بايه يا بنات؟ ممكن تعملي بميه ورد وممكن بحليب وممكن بزبادي. انا هعجن يا بنات معايا هنا بزبادي. هاخد الميه بتاعت الزبادي كده وهاخد معلقه من الزبادي. الزبادي يا بنات بيقلل الهالات السوداء وكمان بيفتح البشره وبيوحد لونها، وبيعتبر مقشر طبيعي، بيقشر البشرة بلطف وفعال في التقشير يا بنات، وكمان لأنه بيحتوي على حمض اللاكتيك الغني وكمان غني بمضادات البكتيريا، فلذلك هو بيخلصك من مشكلة يا بنات حب الشباب اللي هو الزبادي. بصي يا بنات بقى ماسك معانا حلو ازاي كده، سهل انك تفرديه على بشرتك. اهو يا بنات بقى ماسك سهل انك تفرديه على البشرة بكل سهولة يا بنات، تحطيه على بشرتك وتيجي عرفتي فوائده يا بنات. كمان الزبادي بيفتح لون البشرة زي ما قلت لكم، بيقلل كمان البقع الداكنة وبيعالج التهابات الجلد وبيدي ترطيب كمان يا بنات. بنسبة الحر الشديد اللي احنا فيه البشرة بتبقى ملتهبة او فيها احمرار، فالزبادي يا بنات يعني علاج فعال في المشكلة دي. يا رب يا بنات طريقة الماسك تكون عجبتكم وطريقته تكون سهلة عليكم وتجربوه. اسيبكم على خير. لازم تحطيه على بشرة نظيفة طبعا يا بنات، تغسلي بشرتك كويس وبعد كده تروحي تفردي الماسك عليها لغاية ما يجف، وبعد كده بتعملي له فرك خفيف كده وتغسلي بميه فتره وبعد كده ميه بارده، وممكن ترشي ميه ورد تكوني حطاها في التلاجة بتدي برضو نتيجه حلوه.
اسيبكم على خير يا بنات، وارجع لكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.